السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. اول حاجه كنبارك لكم رمضان، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه طول العمر، واللي نوى شي حاجه الله ينولها له، واللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي ميت الله يرحمه والله يرحم امواتنا جميعا يا ربي. جيت نشارك معكم الشباكيه المغربيه اللي ما كتخطى حتى شي طبله مغربيه. المهم حنا ولفنا ضروري في رمضان كان خاصنا نديرو الشباكيه والزميطه، هادو رئيسيين في الطبله ديالنا. بلا ما نطول عليكم، كنتمنى لا فيديو يعجبكم ونيل الاعجاب ديالكم. نخليكم مع لا فيديو. غنحتاج في المقادير. عندنا كاس ديال الزهر فيه زعفران شعره كيذوب، عندنا هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده مذوبه نفس القياس نفس العبار نفس الكاس، ربع كاس ديال الخل، عندنا معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه ديال المسكه الحره، معلقه القرفه، كلهم معالق كبار، شويه د الملحه، عندنا هنا زلافه ديال اللوز وجنجلان طحونين بجوج، وهنا عندنا كيلو ديال الدقيق زايده معاه زليفه. صافي غادي نمزجو العناصر. بدينا بالنواشف، الزنجلان مع صافي غندوزو بالنواشف كاملين. دابا غادي ندوزو للسوائل. نبسبسو في هداك الشيء، غنبسبسوه كامل مع بعضو مع الدقيق، وغادي ندوزو باش غندير الماء والسوائل. على نفس الطريقه اللي درت العام اللي فات، كنديرها كل عام، غير كنبغيو نديرو الاجواء ديال رمضان وصافي. نشاركو معكم الاجواء ديال رمضان والتحضيرات. اما راه نفس المقادير اللي كندير كل عام هما اللي كيصدقوا لي، كتجي واعره بها الشباكيه صراحه، كتجي هشيشه غزاله فنه. ندوزو نرميو السوائل. غنبداو بالزيت والزبده مع الزهر، مع غادي نصفيوه مع زعفران الشعره، وهداك ربع كاس ديال الخل، وغادي نخدمو العجينه ديالنا. من بعد غادي ندوزها في العجانه باش غتلكها شويه. هاد الطريقه هادي ما كتحتاج ليك، غير باش تجمعها لنا مزيان وصافي. صافي غنجمع العجينه وغنعاود نرجع عندكم. هاهي دابا الشباكيه العجينه كيفاش كتكون متماسكه تعجنات. دابا غادي ندوزو باش غنجزئوها اجزاء. العجينه راه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه، بين وبين الجهد اللي غادي حقاش الا كانت رطبه راه كتجيكم الشباكيه يابسه، ولا كانت قاصحه راه كتجي رطبه. سبحان الله. المهم نتوما ما ديروش قاصحه بزاف باش تقدروا تخدم لكم في يديكم. نكوره هكا، ومن بعد غادي ندوز كل كويره غادي نديرها على شكل ظرف. يا ولي سيدي عمر ابو الحنا وزمان والولي سيدي عمر يا والحنا
دابا دزنا مرحلة القلي هو اللي فيه المهم، يعني خصك تجهدي النار في الاول وتنقصي عليها من عفوا تهدي النار حتى تيسخن الزيت، ومن بعد كتقلليها ملي كترمي الشباكيه ديالك تتقللي النار مهيله كتكون حتى كتحسي بها طابت مزيان، تقلبيها وطيب مزيان، عاد كتجهدي شي شويه على ما كتحمر. يعني الا درتيها من الاول مجهده غادي تحرق وغتبقى من الداخل ما طايباش مزيان. منين كتقلى كنطفيوها في العسل بهذا الشكل هذا. في الكسكاس كتقطر من العسل وكنقدموها بس. ومن بعد ملي تقطر من العسل شي شويه في الكسكاس كندير الفوق منها الجنجلان، تيبقى نتوما اختياري، كاين اللي كيدير لوز افيلي، كاين اللي كيدير الجنجلان. المهم معروفه الشباكيه اصلا كنديروا عليها الجنجلان، وكتجي على هذا الشكل. وبالصحه والراحه ورمضان كريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه طول العمر يا ربي. دابا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.